ما لاحظتوش واحد الحاجه؟ ما لاحظوش حنا ما عندناش الزهر مع الدوال، بحال دابا المنتخب المصري اللي كان عايش في واحد الوطيل اللي ما عمرو ما ريح فيه، ما عمرو ما ريح في هذا الوطيل هذا اللي في اكادير. شي حاجه اللي هاي شويه مشاو واحد الوطيل، واحد الفندق اللي في مدينه طنجه. واش عارفين طنجه؟ طنجه العاليه، طنجه اللي ما شاء الله وبارك الرحمن. قال لك المدرب المصري كاين ناموس، الفندق عيان، ناموس، باش تعرفوا الحقد، باش تعرفوا الكره، باش تعرفوا هاد الناس هادو ما تتعجبهم حتى حاجه، حيت جاو المغرب وما يتفاجئوا، تفاجئوا بكلشي اللي عندنا زوين. واليوم تنتفاجئوا بالمنتخب السنغالي تا هو قال لك حقه ما حقه. علاش؟ خلاو الجمهور يجي يستقبلنا في المحطه. علاش؟ وشكون اللي قال للجماهير ديالو اجيو استقبلونا في المحطه؟ نتوما. ولكن اليوم خاصهم يديروا شي سبه باش يضغطوا، باش يديروا اي حاجه، وما خاصهم يديروا اي حاجه باش زعما يخسروا هذا الكاف هذا، يخسروا هذا كاس افريقيا. خاصهم لابد، حيت ما عمرهم ما شافوا هذه الاجواء، وما عمرهم ما شافوا شي تنظيم بحال هذا التنظيم هذا. هاد التنظيم هذا اللي دار المغرب، اللي كلشي تدهشر، وكلشي دابا ما بغاش ينظم عنده كاس افريقيا. كلشي دابا كلشي ما بغاش يحط الملف ديالو، ما بغاش يحط الملف ديالو للتنظيم كاس افريقيا 2028. حتى واحد ما حط. يلا فينكم؟ حيت المغرب هرب عليهم بزاف، المغرب هرب عليهم بزاف في التنظيم. ما يقدوش يديروا بحال التيرانات، ما يقدوش يديروا بحال هاد التيرانات وبحال هاد البطيلات وهاد الفنادق. ما يقدوش يديروا بحال هاد الكيران اللي تتنقلوا. وما يقدوش كل فرقه عندها بطيل ديالها خاص بها، وعندها فين بغات تريني بوحدها. ما يقدوش. هما فالحين فاش؟ فالحين غير في ملي تيخسروا تيقولوا القجع. ما فهمناش. بحال المنتخب المصري اللي خسر قال لك السبب هو الجماهير المغربيه. اللي ما الجمهور المغربي، الجمهور المغربي اللي بغى يشجع هو حر في نفسه، حر في النفس ديالو. بغى يشجع هذا يشجع، بغى يشجع هاد الفرقه يشجعها. ماشي خسرنا على ود الديت والجمهور تيدير لهم 7. زعما عندنا 7 الارقام. واش ديتيهم انت؟ اللي الخوت هاد الشيء اللي تنشوفوا اللي ما تيرضاوش. هما دابا كيفاش ما تيرضاوش؟ خاصكم تفهموا واحد الحاجه. هاد الحاجه اللي خاصكم تفهموا هما تصدموا. الصدمه كانت قويه، كيفاش الصدمه كانت قويه؟ الصدمه الانسان ملي تيجي لواحد البلاد تيشوف التيران كيفاش داير، تيشوف الكراسه كي دايرين، تيشوف اي حاجه زوينه، اي حاجه ما شاء الله، اي حاجه واعره، تجي واحد الغيره، تيجي واحد البغض، تيجيهم البغض. علاه خاصهم لابد يخيبوا، خاصهم يخيبوا. ولكن الحمد لله المغاربه عندنا صحفيين اللي تيتكلموا وتيردوا وتيبينوا على هاد الشبهات اللي تيقولوها بعض المدربين. ما تنعموش حنا جميع المدربين. كاين مدربين اللي قالوا كلام زوين على المغرب، قالوا تنظيم زوين، تنظيم واعر، تنظيم هادف. اول مره تنشوف بحال هذا التنظيم هذا. علاش نقول لكم هذا الشيء اللي قلنا؟ تحياتي لكم، اللايكات ديالكم والبارطاج، وديما ان شاء الله نحط لكم الجديد.